وصفتنا النهاردة الأحب والأقرب لقلبي. وصفتنا النهاردة البطاطس البيوريه. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا مع بعض. قطعت البطاطس بتاعتي وغسلتها ونزلت عليها كده ببسيط من الملح. دلوقتي بقى رفعت القلاية بتاعتي على النار، وعندي بواقي من اللحمة المفرومة كانت موجودة عندي في الفريزر. اللحمة دي معصجاها قبل كده، نزلت بيها وهي مش محتاجة طبعا اي حاجة. هي عليها كل الاضافات، عليها البصل، التوابل بتاعتها. كل اللي هعمله ان هنزل عليها بشوية كده من الفلفل، ميكس فلفل، وبس كده، مش هنزل باي اضافات تاني. دلوقتي هنرجع للبطاطس بتاعتنا اللي استوت معانا وصفيتها من المية وشطفتها، ودلوقتي هبدأ اهرسها معاكم. هستخدم الهراسة بتاعتي عادي خالص. طبعا لو الهراسة مش متاحة عندكم ممكن تستخدموا اي شوكة، مفيش فيها اي مشكلة. دلوقتي بقى هنزل بالاضافات بتاعتي اللي هتكون مكعبين من الزبدة. بعد كده هنزل بمقدار من الحليب، وهنزل بمعلقة كبيرة من القشطة، وده اختياري. هخلط كل المكونات بتاعتي مع بعض. والتوابل بتاعتي هتبقى ملح، فلفل اسود، وبابريكا. وبس كده هنخلطها مع بعض وهتكون جاهزة معانا. قوام كريمي زي ما انتوا شايفين، ولا اجمل من كده. دلوقتي بقى هنجيب الطاجن بتاعنا. مش هندهن الطاجن بتاعنا اي مواد دهنية، هو مش محتاج خالص. هننزل بالبطاطس بتاعتنا بالشكل ده، وهننزل عليها باللحمة المفرومة بتاعتنا اللي معصجينها، وهننزل عليها بكمية البطاطس الباقية بتاعتنا بالشكل ده، وهنسويها. على الوش بتاع الطاجن بتاعنا هنزل بميكس من الجبنة الموتزاريلا، وكمان هنزل بشوية من المبشور الجبنة الرومي. وطبعا ده بيبقى حسب الرغبة، يعني زي ما بتفضلوه. وكده الطاجن القمر بتاعنا بيكون جاهز علشان يدخل الفرن. درجة حرارة الفرن بتاعتنا 180. وده كان فيديو النهاردة اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا ريت اذا الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، بكومنتاتكم القمر، باشتراككم في قناتنا في المطبخ مع سنة. اشوفكم على خير في فيديو جديد.